سنة قبل يومين، عمره 91 سنة قبل يومين، يعني قرن إلا 9 سنين عمره. يقول خرجنا بالصحراء نتصيد حمام وغزلان وطيور وأرانب بالصحراء. يقول أحدنا، واحد من ويانا، يلزم الجربوع بالصحراء يفقس عيونه ويحله، يلزم الضب يفقس عيونه ويحله، يلزم الحيوانات اللي هي ما تؤكل واوي كذا فقس عيونه وحله. يقولنا أنا ليش سوي هيك؟ قال ما عليكم، كل ما عليه بنفسه. فدارت الأيام، تزوج، كل ما يجي طفل يجي الطفل أعمى، كل ما تجي بنية تجي بنية أعمى عمياء، وقع على المستشفى كذا عمت عيونه، فعاش في بلاء وفي محنة على ما أدى. ليش؟ ما حافظ على هالنعمة، لا إله ولا الحيوانات ولا للدواب، فعاقبه الله تعالى بالدنيا قبل الآخرة. رجل من أهل الشام، وقيل من بني إسرائيل، أصلع أبرش، احنا نقول أبرص، أو أبرص نقول أبرش، مقطوع اليدين، وأتكلمت بهذا سابقا، بهالقصة دائما أتكلم بها أنا. مقطوع اليدين، مقطوع الرجلين، أعمى العينين، أعمى وأبرص، مقطوع اليدين، مقطوع الرجلين. وش يسوي؟ الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. جاء واحد مثلي وقف فوقه قال الخاطر الله ما تقول لي ايش أنعم عليك الله، أبرص وأعمى ومقطوع اليدين ومقطوع القدمين، وتقول الحمد لله الذي أنعم علي بنعمه وفضلني على ممن خلق كثيرا ممن خلق تفضيلا. ما تقول ايش فضلك الله؟ قال امشي يا هذا، أما ترى أن الله جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا؟ أنت متعجبان من عندي؟ متعجب؟ مو هيان لساني يذكر الله وقلبي يشكر الله وهذا جسدي صابر على البلاء؟ دي مش شوف غيري. لذلك أقول لنا للجالسين والمسؤولين بالدولة العراقية والدول العربية والإسلامية ومن جعل الله تعالى له السلطة، جعل أنت لك سلطة وأنت في دارك لك سلطة على عيالك، إياك والظلم، وإياك والغيبة، وإياك والتجاوز على حدود الله. مسجونين ومغيبين ونازحين ومظلومين في هذا البلد، ويقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا وقفت بالباب وجفلت واحد من المسلمين وقلت له ها وجفل، المسلم لا يروع، فكيف إذا قتل؟ وكيف إذا اعتقل؟ وكيف إذا شرد؟ وكيف إذا وهاي يمكم ظلت. فنداء الكل مسؤول والكل مسلم والكل أمير والكل وزير والكل حاكم، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنت تسأل على الأنفاس، نفس صاعد نفس نازل، بر ذمتك اليوم. ذاك مقتل 100 قتل 100 وتاب إلى الله ومات ما بين القرية المؤمنة والقرية الكافرة، مات، فأرسل الله تعالى له ملائكة الرحمة تقدم جسده إلى القرية المؤمنة لكي يرحمه الله، وهم بني إسرائيل قتل 100 والله رحمه. إذا أنت مسلم بالاستغفار يغفر الله لك، بالتوبة يتوب عنك، بالطاعة يقبلك، بالاستغفار والندم والتوبة والطاعة والرجوع إلى الله، الله سبحانه وتعالى يقبلك ويجعلك أفضل من الملائكة. فاعلم وافهم واسمع أيها المسؤول، فإنك تقف عار
عاري من الملابس، حافٍ وحيد فريد أمام رب العزة. إذا احنا يسألنا على أنفاس فيسألك على كل مسلم ومسلمة عاش وياك. فالله الله في قانون العفو العام، وإحنا ضد المجرمين. الله الله في النازحين، الله الله في المسجونين، الله الله في المغيبين، الله الله في المظلومين. اللهم يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لشرعك من المطبقين، ولقرآنك من التالين، ولسنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من العاملين فيها والمحافظين عليها يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ارحمنا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك يا كريم. تولنا بحفظك ولطفك ورعايتك وجودك يا الله. فك أسر المأسورين وسجن المسجونين واعتقال المعتقلين وأعد المغيبين وبقية النازحين إلى ديارهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين يا الله. وحد بلاد المسلمين عامة والعراق خاصة، وحد شماله بجنوبه وشرقه بغربه، وابعد عنه وعنا الأقدار والأكدار والفتن والأوبئة والأمراض ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.